هنتكلم النهاردة عن مشكلة بتهم بنات وستات كتير، اللي هي مشكلة ما حوالين العين. ايه المشاكل اللي بتبقى حوالين عيني بتضايقني او انا عايزاها تكون في النورمال؟ تعالوا نتابع الحلقة ونشوف المشاكل ايه وحلها ايه. جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين، اونر عيادات لابونيتا جولي. الحاجات اللي بتضايقنا بالنسبه لمشاكل العين او الحاجات اللي ليها مظهر تجميلي هم 3 حاجات: ناس عندها تجويف تحت عينيها، ناس عندها انتفاخ تحت عينيها، وناس عندها تجاعيد تحت عينيها. ال3 مشاكل دول هم اكتر حاجه بنتعرض لها كبنات وستات، وبنبقى الشكل مضايقنا، لان في الاخر هو مظهر العين لو هو شكله صحي وشكله حلو بيدي شكل الوش كله. يعني اول حاجه بتقابلك او ان حد يشوفك بيبص على شكل عينك. من اكتر المشاكل اللي الناس بتعاني منها موضوع الانتفاخ او وجود بفنس تحت عينك. لازم تعرفي ان وجود انتفاخ تحت عينك دي حاجه مش طبيعيه، وكتير قوي من الناس اللي عندها انتفاخات تحت عينيها بيبقى ليها اسباب مرضيه داخليه وهي مش عارفه. ناس اللي مثلا ضغطها بيعلى او بيعلى وبينزل وهي مش متابعاه، الناس اللي عندها كوليسترول عالي، الناس اللي عندها دهون ثلاثيه كتير، في حاجات عندها مشاكل في الكلى، عندها مشاكل في الكبد، في حاجات كتير قوي. اول ما نشوف ان في انتفاخ شكله مش طبيعي تحت عينيا، ودي حاجه انا مش معتاده عليها، ان دي مش طبيعتي، فلازم الاول الجا ان انا اطمن جسديا ان مفيش مشكله هي اللي مسببه لي موضوع الانتفاخ ده. تاني حاجه، في حالات تانية برضو بيبقى ناس عندها انتفاخ وما عندهاش اي مشاكل الحمد لله مرضيه، ولكن بيبقى الانتفاخ ده عباره عن دهون متجمعه في المكان ده تحت الجلد. وفي الحاله دي مهما عملنا من وصفات واستخدمنا من كريمات وحققنا حاجات كتيره زي الميزوثيرابي والفيلر واتيفر، مش هنحل المشكله، بل بالعكس ممكن تتصعب اكتر. ففي حاله ان انا عندي انتفاخ وانا عارفه ان هو تجمع من الدهون، لازم فورا الدكتور الجراح هيبتدي يسحب الدهون دي من الانتفاخ. وعلى فكره الموضوع مش عمليه والموضوع مش جراحه، الموضوع بسيط جدا جدا. بيبقى له زي فتحه صغننه قوي بيطلع منها، بيشفط منها الدهون الزياده دي او اللي هي متجمعه في اكياس تحت عينك، والموضوع بيبقى سهل لا يتعدى ربع ساعه. بعدها شكل عينك بيختلف تماما، لان وجود انتفاخ، لاحظوا ان الانتفاخات اللي تحت العين او الاماكن الوارمه في عيني دي علامه من علامات الشيخوخه. يعني ناس تبقى كبرت قوي قوي في السن، كلنا بنشوفهم سواء ستات او رجاله، في زي جيب كده تحت عينهم. فطبعا انت لما بتشيلي ده او بتشيلي الدهون المتراكمه دي، شكلك بيتغير تماما، وبتحسي ان انت شكل بشرتك بقى فريش وفيه نضاره اكتر. حاجه كمان، لو انا بقى عرفت خلاص انا عندي مشكله مسببه الانتفاخ ده واوريدي بعالج المشكله وبتابع مع طبيبي وكده، عايزه احس ان مظهري بيتحسن او شكل عينيا بيبقى احسن، فانا هبتدي اعمل كمادات بارده دايما في منطقه تحت العين، كمادات تلج دايما في المنطقه اللي فيها انتفاخ. وساعات على فكره بتبقى يعني حاله كده طارئه، يعني لو انا ما عنديش انتفاخ ولا حاجه، لكن مثلا عندي ستريس دلوقتي، البنات الكليات مثلا عندنا امتحانات، ستريس امتحانات، ضغط، ما بتنامش كويس، او انا طبيعتي مثلا بنام قليل في الوقت ده، الكلام ده كله انا ممكن اصحى من النوم تحسي انك عينيكي متنفخه، انك شكلك غريب، مش عارفه تنزلي، مش عارفه تخرجي. في الحاله دي اول حاجه هتعمليها، هتعملي كمادات تلج، وممكن كمان نعمل كمادات بباكت الشاي الاخضر، لانه في نسبه كافيين، فشويه هيريح شكل عينيكي. لو هي كانت مجرد حاله طارئه يعني ملوش تاريخ مرضي او كده، انت اتفاجئتي ان تحت عينك منتفخ، هتعملي كمادات تلج وكمادات ميه بارده او كمادات بباكت الشاي، هتبتدي مره في مره تختفي تماما. خدوا بالكم كمان الناس اللي برضو بتتفاجئ ان تحت عينيها بقى في جيب شويه، لازم تتاكد ضغطها عامل ايه، لان ارتفاع الضغط المفاجئ ممكن يعمل لي كده. كمان الناس اللي بتاكل نسبه ملح عاليه قوي في اكلها، الناس دي عرضة اكتر لان يتكون انتفاخ تحت عينيها. فبليز دايما خليكي في النورمال، يعني اللي هو اكلك يبقى ما فيهوش اي عنصر زياده عن الطبيعي، وبالذات الملح واليود او وجود صوديوم كتير هيعمل اتزان للميه وهيبين ان في انتفاخ او بفنس كده تحت عينيك. حالة تانية من الحالات اللي بنشوفها الناس بقى العكس، اللي عندها تجويف تحت عينيها. عادة التجويف تحت العين ده بيبقى في طبيعتك، يعني هو مش حاجة مكتسبة، انت هتلاقي نفسك طول عمرك عندك تجويف تحت العين، فهي حالة جينية وراثية، بتلاقي مامتك كده او باباكي او حد من اخواتك. فالتجويف تحت العين حله امر بسيط جدا وسهل، بس ملوش اي حاجة غير حقن الفيلر. الفيلر في المكان ده هيفيدك في حاجات كتيرة قوي. اولا هيملى التجويف، فمش هيبان ان في جزء داخل لجوه غير بقيه وشك. ولما يبقى عندي جزء داخل لجوه في وشي بيبان شادو، يعني تحسي ان المكان العميق شويه ده مديني شادو ان انا عندي هالات سودة، فهي هالات مش صبغه ولكن هي تجويف. وانسى ان التجويف ده اتملى بالفيلر، وطبعا ماده الفيلر هي الهيالورونيك اسيد، وبتدي نضاره حلوه قوي في المكان ده. بتحسي ان خلاص الدنيا ظبطت وانت مش محتاجه اصلا تعالجي الهالات، هي كانت مجرد تجويف. ولكن في ناس تانية بيبقى عندها الهالات السودة دي وراثيه، يعني تقولي انا طول عمري عندي هالات سودة،
والتجويف موجود كمان، يعني عندي الاثنين، التجويف اللي مديني شادو غامق وانا في صبغه ميلانين زياده هنا مدياكي الاحساس بالهاله السوداء او الدارك هالوز اللي بنشوفها. في الحاله دي انا محتاجه احقن فيلر علشان اداري التجويف وابتدي املاه يبقى شكله نورمال. ولو ستيل لقيت لسه في لون غامق تحت عيني والفيلر ما حسنهوش، لان في الاخر احنا متفقين ان الفيلر هيحسن التجويف لكن مش هيغير اللون، فاذا انا لسه عندي لون غامق هبتدي احقن الجلوتاثيون وفيتامين سي في صوره ميزوثيرابي، بيتحقن على اكتر من مره عشان يبتدي يحسن لي صبغه الميلانين في المكان. وعايزه اقول لكم ان لو الهالات دي او التجويف ده كان حاله وراثيه، يعني انا عندي هاله سودة حوالين عيني ودي وراثه كل العيله كده او بعض منهم، او انا عارفه ان هو انا من يوم ما اتولدت وانا عندي الهالات السودة دي، فبتتحسن بنسبه 50-60%، ولكن مش بنشوف فول ريزلت منها. يعني لو عندي هالات وحقنت الميزوثيرابي اللي هيفتح لي الصبغه اللي هنا هتتحسن شكلها احسن، ولكن مش بنسبه 100% زي ما تكون هالات مكتسبه او انا اكتسبتها نتيجه لاي حاجه استعملتها او نتيجه الانيميا او اي حاجه خلال فتره يعني خلال حياتي. يعني اخر مشكله بتواجهنا في منطقه العين التجاعيد، دي بقى ملهاش عمر، ملهاش سن معين، اصلا انا كبرت او ممكن نشوفها في بنات صغيره التجاعيد تحت العين، بالعكس هي بقت دلوقتي بشوفها في بنات صغيره عشرينيه وثلاثينيه، لان طبعا ظروف حياتنا واستخدامنا للشاشات كتير ومتعرض لليو في كتير قوي، ان انا مثلا بشتغل على لابتوب، حتى ما بشتغلش ماسكه الموبايل 24 ساعه، بخرج في الشمس ما اخدش بالي من الصن بلوك بتاعي، الحاجات دي كلها بتطلع اشعه اسمها اليو في. اليو في دي بتضر جدا او بتخلي الجلد يعجز بدري، لانها بتحفز الشوارد الحره وبتخلي دايما في اكسده في الجلد. فمنطقه تحت العين بما انها اضعف جلد عندنا هو اكتر مكان بيجعد او بيبان فيه التجاعيد. طيب هنحل مشكله التجاعيد ازاي؟ في المرحله دي بقى ما عندناش فيها اي حلول وانس ان التجاعيد ظهرت غير حقن البوتوكس. عايزه اقول لك ان في كريمات كتير في السوق وفي سيرمز وفي حاجات كتيره قوي لمحاربه تجاعيد العين، لعلاج تجاعيد العين، كل ده انا ممكن استخدمه، والصح ان انا استخدمه از روتين هيقلل تعرضي ان انا يبقى عندي تجاعيد. او لو وانس ظهرت شويه تجاعيد بسيطه مضايقاني، لو بدات ان انا استخدم الروتين كويس ليها هخفف انها تظهر تزيد او في وقت قريب تبقى كتيره، لكن مش هعالجها. فان التجاعيد اللي تحت العين او التجاعيد بصفه عامه اعالجها بوانس انا حطيت سيرم او كريم، ده يعني ما بيحصلش. وبنسبه كبيره جدا هو استخدام الحاجات دي هو حمايه ووقايه ان يبقى عندي تجاعيد اصلا، او حتى لو ظهرت انها ما تزيدش او مش بسرعه الاقي الدنيا باظت. اتمنى في نهايه الحلقه تكوني لو عندك مشكله تحت عينك قدرتي تحددي بالظبط اسبابها ايه وعلاجها ازاي، لان في الاخر زي ما قلت لكم مظهر العين الهيلثي والصحي واللي ما فيهوش تجاعيد كتيره او لون غامق او هالات، الكلام ده كله بيديكي احساس ان وشك فيه نضاره وان عمرك صغير وان يعني وشك فريش. فارجو تكون الحلقه ان شاء الله عجبتكم، واستنوني في حلقات جايه كتير. دكتور شيري محي الدين.